كنت بتكلم بقول لك يعني الناس دي بتتكلم لغه ايه؟ احنا ليه مش بنتكلم زيهم دلوقتي؟ وزعلانه قوي، قلت لي احنا بنتكلم زيهم. بالفعل. انا عايزه اعرف بقى بنتكلم ازاي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا النهارده قدام اعظم مشروع في القرن ال21 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. ويمكن الحالة اللي احنا هنشهدها النهارده سواء في التعبير عن فكرة الفنون المصرية القديمة اللي هي موجود عليها عدد من النقوش المختلفة باللغة المصرية القديمة اللي منهم الخط الهيروغليفي، الفكرة اللي احنا حاولنا ننسجها في شكل الأغنية اللي اتسجلت أو اللي اتذاعت في وقت موكب المومياوات. أيوة. أو حتى في موكب طريق الكباش بالتحديد في السنوات الماضية. ولكن حقيقة الأمر بتكمن هنا إن الأمر ما بقاش فيه بعد أو ما هو مش بعيد عن لغتنا العربية الفصحى. بالعكس، احنا اللغة العامية دي استنباط من أكتر من مخزون. يعني احنا عندنا في شك بيخش عليه بعض الألفاظ الأجنبية المختلفة اللي بنقولها نتاج الاحتلال اللي عشنا معاه، الاحتلال الإنجليزي بالتحديد، أو كمان بعض الألفاظ اللي ممكن نقولها من لغات أخرى زي الفرنساوي أو حتى اليوناني. ولكن في شك يكاد يكون بنسبة 90% من لغتنا العامية هو مرجعيته المصرية القديمة مع اختلاف المنطوق. ممكن يبقى اتحرف في الاكسنت بتاعته او اللهجه من المصري القديم باللهجه بتاعته للقبطي مجازا. ودي كانت تفصيله كبيره يعني نحاول نبسطها للمشاهد ان كانت اللفظ في مصر القديمه بيكون ثابت مجازا او ليه نطق معين بس بيتكتب باكتر من خط. منهم الخط الهيروغليفي ومنهم الخط الهيراتيقي ومنهم الخط الديموتيقي. فلذلك لما بعض الناس بتقول اللغه الهيروغليفيه هي ما كانتش لغه، هي اللغة المصرية القديمة. هو زي خط زي النسخ زي الركعة وخلافه. بالإضافة إن في مرحلة بقى اللي بنقول عليها اللغة القبطية. طب ليه أنا قلت دي؟ ما هي دي كانت كتابة بس الأكسنت اتعدلت شوية، اتحرفت بقى فيها ضم بدل الكسر. طب أنت هل عرفت سمعت المنطوق ده بودانك قبل كده؟ أكيد لأ طبعا. امال ايه؟ يعني حتى لما هم عملوا الجمله اللحنيه للاغنيه اللي اتغنت مفيش دلاله على الاكسنت دي كانت بتتنطق كده من لسان المصري القديم ولا لا. انت بتعتمد دلوقتي ان انت حرفتها زي ما بتقول مثلا مجازا كده نقول امثله مقع عينه في الحاجه او مقع عينه في الكلمه، جايه من مقع بالمصريه القديمه بمعنى يرى. في عندنا كلمات كتيره زي كلمه ست اللي هي بمعنى سيده او امراه مجازا. كلمة مثلا مريت اللي هي المحبوبة اللي بيقول عليها دلوقتي او بنطلق على الزوجة مراتي. الألفاظ كلها اللي بالعامية دلوقتي هي منسوجة اصلا مع التغيرات الطفيفة في الاكسنت من المصرية القديمة. جميل. ده ناهينا عن ان اللغة العربية الفصحى ذاتها في بعض الاشتقاقات اللغوية والتراكيب اللغوية النحوية فيها اصلها لو فعلا ان احنا جينا حللناها هنلاقي مرجعتها من المصري القديم. زي اليم نفترض، اليم دي باللغة العربية الفصحى معناها البحر. لو رجعنا فسرناها او حللناها اللي هي المرجعية الاساسية للغة المصرية دي اللي هي بايوم اللي هي بمعنى البحر او البحيرة مجازا اللي هي اتنسجت او اتنطقت بالعربية الفصحى اليم وخلافه من مواضع كتيرة جدا. احنا مش مدركين دوت ولكن احنا عاداتنا وتقاليدنا ما زالت متوارثة. وده اللي بيفرقنا بقى ان انت بيبقى عندك حجه لما يجي شخص معتدي او شخص من اللي هم الناس اللي بيدعوا ان الهويه بتاعتنا دي او المصريه دي مش من امتلاكنا، من امتلاكهم هم. طب من امتلاكك انت ازاي وانا اصلا جذري ولغتي وعاداتي وتقاليدي حتى لو انا مش واعي ده من المصري القديم. فهنا في فوارق وفي اثباتات ياما. لو انا هقعد اتكلم على كل حاجه من اللغه من العادات من فكره المفاهيم عموما في حياتنا وخلافه يعني.